اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اسلام ماندو. انا النهارده جاي الاقي لكم حل لكاب كات. انا بستخدم كاب كات كل يوم. امبارح اتفاجئت يوم 6/3، اتفاجئت ان كاب كات بقى لازم كل حاجة فيه بفلوس، حتى تعليق او توطية الصوت بتاع الموسيقى بتاع اي حاجة انت حاططها بفلوس. فانا طبعا اتصدمت. طبعا كل شغلي وكل حاجتي على كاب كات، وانا بستخدم كاب كات بشكل مستمر وكل يوم. فانا اتفاجئت مفاجأة غير متوقعة ان كاب كات كل حاجة فيها تبقى بفلوس. تمام. فانا قعدت ادور على حل، ما لقيتش حل خالص. دورت على برامج جديدة كلها فعلا بفلوس. فانا اصلا يعني مش محتاج حاجات كتير اعملها في كاب كات، يعني مش محتاج غير ان انا اعلي اوطي مش عارف ايه. فقلت ارجع لبريمير. طبعا بريمير برضو بفلوس. دافنشي عايز انا بشتغل على دافنشي بس حسيته عقيم وانا محتاج حاجة سريعة. فالصراحة رجعت تاني ادور على حل لكاب كات، ولقيت حل. تشغل كاب كات بكل الادوات اللي فيه، ما عدا كام اداة كده مش هنحتاجهم قوي، هقول لك عليهم دلوقتي. هما اللي بفلوس. تمام. الطريقة دي مجربة 100% قدامك. انا مشغل كاب كات حاليا ومش مفعل البرو، بس مشغله بالادوات بتاعته وعلى نظامه اللي كان عليه القديم، الحاجات اللي فيه الفري. تمام. تعالى اشرح لك انا عملت ايه بالظبط. بص، كل اللي انا عملته ان انا رحت على موقع up to down. تمام. ودخلت على كاب كات. لو انت اخدت اللينك دوت، تمام، هتروح على كاب كات up to down، وهتنزل تحت شوية وهتتك على ايه old version دوت. احنا هنعمل ايه بقى؟ نعمل حركة صايعة كده، ان احنا ننزل فيرجن قديم لكاب كات عشان نتخطى الايه، ان هو يدخلنا في ان كل حاجه بقت بفلوس. حرفيا كل حاجه بقت بفلوس على كاب كات. هو عملوا كده في الموبايل، بعد كده جاء الاوان على الكمبيوتر، ولسه عاملين الحوار ده امبارح. تمام. احنا لو رحنا على افضل فيرجن انا ارشحهولك 3.8، ده افضل فيرجن ترجع له عشان تعرف تستخدم حاجات كتير قوي تبقى بفري او تبقى مجانيه. لو رجعت للفيرجن دوت وعملت له داونلود، انا عملت له داونلود اهوت. عملت داونلود ليه امبارح ونزلته واشتغل معايا، وهو زي ما انتم شايفين انا حاليا فيه. والحمد لله يعني بستخدم حاجات كتير قوي فيه، بس في كام حاجه بس هما اللي مش شغالين. وهي التكست، يعني الاوتو كابشن. ده بيقول لي لازم تدفع. تمام. اول ما عملت اوتو كابشن وبيحط اوتو كابشن، بس بيقول لي لا لازم تدفع. يعني ما بقيتش استخدم اوتو كابشن الصراحه لحد ما اشوف حل يعني. بفكر ارجع لفيرجن اقدم شويه، بس المشكله في الاوتو كابشن ان هو بيروح على سيرفر الكاب كات عشان يقدر ياخد منه التكست. فلما بيروح يكلم السيرفر دوت، فالسيرفر دوت بيحمل، يعني اكيد بيحط حاجة معاه يخليك ما تعرفش تحط كابشن يعني. بس معاك الستيكر شغال والافكت والترانزيشنز والفلترز وكل حاجة شغالة ما عدا الكابشن. تمام. لكن لو نزلت الفيرجن اللي هو احدث فيرجن، اللي هو اللي 5.6 او 5.8، دلوقتي نزل 5.8 هو اللي وقف فيه كل حاجة. 5.8 دوت حرفيا لو نزلته هتلاقي كل حاجة بفلوس. اتمنى انك اكون مشيت لك شغلك او الحاجات اللي انت عايز تعملها على كاب كات، وان شاء الله نشوف حل للتكست دوت اللي هو الاوتو كابشن. هي الحاجة الوحيدة اللي انا بستخدمها ولقيت عليها فلوس، يعني الحاجة ديت انا بحب احط اوتو كابشن او كلام على الفيديو بتاعي، ولقيت التول ديت مقفولة. بس الحمد لله يعني لقيت حاجة مؤقتة لحد ما هشتري كاب كات. انا عاجلا ام اجلا انا بستخدمه كل يوم ولازم اشتري كاب كات.
باشكركم جدًا إنكم وصلتوا للنقطة ديّة معايا، وما تنسونيش بس في لايك وسبسكرايب، ودلوقتي أحب أختم الفيديو بكلمة لا إله إلا الله.